السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في قناه سوكو سبورت. من انكم تكونوا بخير وعلى خير تتفرج فينا اول مره. من ينسى كي يعز الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا الجديد ديال القناه ديالنا. وشكرا. اليوم جينا ندويو ونناقشوا على الحاله التحكيميه اللي وقعت البارح في المقابله ديال فريق الوداد البيضاوي ضد حسنيه اكادير اللي دارت واحد الضجه كبيره في المواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما نبداو ونباشروا ونشوفوا اللقطات، نشوفوا الاهداف ديال المقابله اللي انتهت بثلاثه مقابل جوج. حكيم زياش الهدف الاول اللي جا هي السعيد للتنفيذ. حكيم زياش هدف طريقه واستعاده امكانياته رفقه الفريق الاحمر. اذا زياش يضع الكره. لاحظوا بدر الدين أبعير مشى في نفس المكان، مشى مع الكره، ولكن القوه التسديد كذلك التركيز في التسديده. ثم التدخل اللي كان اعطى ضربه جزاء لمحاوله راسيه يرفع الكره بطريقه ممتازه. الراسيه ديال لاعب هريلا في مناسبتين اسماعيل هريلا، وكان الكره يعني تريد راس هريلا اللي تمكن من انه يوضعها في الشباك. هدف تعادلي في هذا الفريق حسنيه اكادير بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذا الراسيه التي تعانق شباك الحارس مهدي بن عبيد. هدف لمثله بين يتمناه محمد بن شريفه في محاوله انه ياخذ التقدم. اذا حكيم زياش يستعد للتنفيذ. حكيم زياش هدف ثاني، هدف ثاني لفائده فريق الوداد. حكيم زياش بكل قوه يسدد، وان كان بدر الدين أبعير مشى في نفس المكان. اعتقد بان الكره يعني يمكن لمسها بدر الدين أبعير، ولكن القوه ديالها علقت الشباك. وحكيم زياش طريقه باش ياخذ الكره، يراوغ اولى مراوغه ثانيه ثم يسدد بهذا الشكل. صعب عليك يا بدر الدين أبعير. حكيم زياش بطريقه جميله كيوضع الكره في شباك فريق حسنيه اكادير. ثلاثه ديال الاهداف مقابل هدف واحد. نتابع هدف حكيم زياش اللي يعني خدا المكان المناسب للتسديد ويضع الكره في الشباك. هدف ثالث لفريق الوداد. مواصلة حكيم محاولة لفائدة فريق الوداد، ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد. التلامس ما بين نعاودوها، هذا التلامس ما بين اللاعب ديال حسنية اكادير ولاعب فريق الوداد البيضاوي، وكتبين بان هنا ضربة جزاء مستحقة لصالح فريق الوداد البيضاوي. يعني ما كاينلاش هاد اللغط هذا هو التشويش على فريق الوداد البيضاوي وعلى الحكام بصفة خاصة. ندوزو اللقطة الثانية اللي تاهي قالوا فيها بين قوسين بأنها ماشي ضربة جزاء. نشوفها. هذا الحكم سيتابع الصورة. استغرق الحكم بزاف هاد ضربة الجزاء باش خدا القرار ديالو. كتشوفوا هنايا انا احتكاك يعني اللاعب المدافع ديال الفريق حسنية اكادير كيضرب الواسطي باليد ديالو بالمرفق ديالو. وهذا الشيء علاش كتبان بانه هنا كما شفتوا هنايا ضرب بالمرفق اللي في الاخر خدا تقريبا شي 6 ديال الدقائق وهو في الفار. ضربة الجزاء ما عطاهاش في الاول حتى عيطوا ليه الناس ديال الفار وشافها في الفار، ومن بعد عاد باش حسب ضربة جزاء. انا في نظري كتبان لي انها ضربة جزاء مستحقة، لانه تم يعني متعمد ضرب اللاعب الوسطي بالمرفق ديالو. شي هناك ضرب بالمرفق اللي كيستحق عليها ضربة جزاء فريق الوداد البيضاوي. وشنو النظر ديالكم نتوما؟ واش ضربة جزاء ولا ماشي ضربة جزاء؟ وبزاف داروا واحد المقارنة بين هاد ضربة الجزاء وبين واحد الخطأ وقع عاوتاني في فريق الوداد البيضاوي مع في مقابله ديال الوداد البيضاوي مع يعقوب المنصور اللي تقريبا نفس الشكل، ولكن الحكم ما عطاش ضربه جزاء الفريق يعقوب المنصور. نرجعوا ليها هي جبت لكم ونشوفوها بجوجنا ونشوفوا الفرق ما بين هذه الحالات. هذه الحاله اللي قالوا بانها راه مشابهه لها وما تعطاتهاش ضربه جزاء. شوف الحديث عن اشرف كيتهز قبل من اللاعب ديال يعقوب المنصور، ويعقوب المنصور هو اللي مشى بالراس ديالو اليد ديال اللاعب فريق الوداد البيضاوي، العكس ديال ضربه الجزاء اللي تعلن عليها في المقابله ديال حسنية اكادير بان الواسطي واللاعب المدافع تهزوا في نفس الوقت
ولكن المدافع استعمل المرفق ديالو. هنا لا، كتشوفوا هنايا اللاعب ديال الوداد البيضاوي مهزوز، وشكون اللي متجه للمرفق؟ هو اللاعب ديال يعقوب منصور، اللي ضرب بالراس ديالو اليد ديال اللاعب ديال فريق الوداد البيضاوي. وهادشي علاش ما تعلنش فزين فزين العرض الباطئ، يعني باينه بان ماشي ضربه جزاء، فزين ضربه جزاء واضحه. وفهادشي اللي نقدر نقول لكم بان ضربه الجزاء اللي تعنوا للفريق الوداد البيضاوي ضربات جزاء كيستحقهم فريق الودادي وفريق الوداد البيضاوي، وكذلك الفوز ديالو كيستحقوا عن جدارة واستحقاق. ما زيدش نطول لكم بزاف، ننتظر الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم بخصوص هاد ضربة الجزاء هذه اللي تعطاو الفريق الوداد البيضاوي. ولهنا كنقول لكم شكرا على المشاهدة ديالكم، والى اللقاء في نهار جديد مع فيديو جديد. وما تبخلوش علينا باللايك، وكذلك بارطاج هذا الفيديو هذا باش يوصل جميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وشكرا.